مرحلة دعاة الضلالة قبل زوال الملك الجبري. الحمد لله الكبير المتعال، والصلاة والسلام على النبي المبعوث بالرحمة والنكال، ورضي الله تعالى عن سادات الرجال. ثم أما بعد، أيها المسلمون الكرام، نحن نعيش الآن ظرفا حساسا ومنعرجا تاريخيا خطيرا، وفصلا من فصول مراحل هذه الأمة الهامة، والتي يعقبها على بركة الله عز وجل خير كبير ونصر عظيم، وذلك بانتصار الإسلام على سائر الملل والديانات. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم بين لنا المراحل التي تمر بها الأمة، وفي أحاديث أخرى نستطيع أن نعرف بما سيقع ما بين تلك المراحل. أذكر الأمة بحديث الأصل في تحديد المراحل ما روى الترمذي والدارمي وابن أبي شيبة، وخرجه الحاكم وصححه، وقال الحافظ ابن حجر حديث صحيح الإسناد. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة راشدة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون ملكا عاضا، في رواية عضوضا، أي ملكا للقهر والقوة، وفيه ملك لكنه فيه دخن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم يكون ملكا جبريا، القهر والقوة والظلم وسياسة الحديد والنار والقتل بغير حق وبغير سلطان من الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت. إذن بناء على هذا الأصل نستطيع أن نعرف تقريبا أين نحن، وسأضيف أحاديث أخرى لنعرف ماذا سيقع ما قبل نهاية الملك الجبري. فالمرحلة التي نحن بصدد الحديث عنها هي مرحلة الملك الجبري الذي نعيش الآن عصارته ونهايته على بركة الله عز وجل. إذن مضت النبوة وزمن الخلافة الراشدة، ثم مضى زمن الملك العاض، ومضى كذلك أو مضت عقود من زمن الملك الجبري بعد سقوط الخلافة العثمانية، التي كان فيها خير كبير وكبير جدا من عدة نواحي، منها محاربة الصليبيين، منها محاربة الزنادقة، ومنها كذلك محاربة التتر، ومنها أيضا توقيف زحوف أو زحف أو زحوف الصليبيين على بلاد المسلمين. لكن كان فيها نقص كبير، لأنها لم تكن على منهاج النبوة، وإنما كانت خلافة إسلامية فيها وعليها. لما سقطت أو أسقطها الكفار والصليبيون واتفق جميع أعداء الدين الأوروبيين على إسقاطها، بدأت الأمة مرحلة ما قبل المرحلة الأخيرة، هي مرحلة الملك الجبري. مرحلة الملك الجبري مرحلة القهر، وقعت فيه عدة أشياء، منها سقوط الخلافة العثمانية، منها انقسام المسلمين إلى دويلات وإلى أقاليم ومجموعات، ومنها ظهور أحزاب الكفر والردة التي تدعو إلى الحرية والتحرر من الدين ومن الأعراف،
ظهرت الردة، ظهر الشرك، ظهر الكفر البواح، ظهر موالاة الكفار، ظهر تبرج النسوة، ظهر العهر في بلاد المسلمين، أسقطت المحاكم الشرعية وأعلن الحرب على الإسلام، وظهرت ثورات الشيوعية، وظهر الإلحاد والكفر الذي جاءنا من قبل روسيا والمشرق، وأصبحت الأمة لقمة سائغة في مرحلة الملك الجبري. اضطهاد المسلمين، كل من يدعو إلى الفضيلة والعودة إلى الأصل وتحكيم الشريعة وإعزاز الإسلام، كان مصيره من خلال القرن الماضي منذ سقوط الخلافة العثمانية القهر والقتل والإبادة. وقعت مجازر، واتفق الكفار على احتلال بلاد المسلمين مثل ما وقع للبلدان المغاربية، ووقعت المجازر الوحشية ضد الإسلام، دمرت المساجد في يوغوسلافيا، أعلن الحرب على المسلمين في أندونيسيا، أعلن الحرب على المسلمين يعني في المشرق والمغرب وبإفريقيا، واحتلت بلاد الأرض المقدسة، بلاد البيت المقدس، شام، واحتلت الشام أيضا، ومصر وغيرها من الدول. يعني كان حقيقة قرن دمار وحرب ضد الإسلام والمسلمين. إذا المرحلة هذه الآن عاشتها الأمة منذ قرابة قرن، والآن نحن في عصارة المرحلة الجبرية بظهور الخير في بلدان المسلمين عامة، وعودة الالتزام، وعودة الدعوة إلى تحكيم الشريعة، ومحاولات المسلمين بالنهوض يعني في العقود الماضية بقوة في كل البلدان. وظهر المدافعون عن الإسلام وأهل الخير وأهل الجهاد وأهل العلم وطلبة العلم وأهل الصلاح والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وازدهرت المساجد. إلا أن الطغاة نسخة ثانية لعهد سايس بيكو لم يريدوا هذا الخير، فأعلنوا الحرب على الأمة الإسلامية. وفي مرحلة الملك الجبري هذه التي نعيشها، وقد قطعنا شوطا كبيرا منها، ورأت الأمة العجب العجاب من المرتدين والملاحدة والناقصين من الدين والخارجين من الملة والمحاربين لشريعة الله والناطقين باللغة العربية والمنتسبين جورا وظلما وعدوانا إلى الإسلام. نعيش الآن عصارة ونهاية الملك الجبري بإذن الله تعالى، والأمة الآن تعيش مخاضا كبيرا، وهذا المخاض الكبير الذي تعيشه الأمة الإسلامية يتبلور منه عدة أشياء، منها ما سوف يكون يعني قبل أن يعتز الإسلام أو أن يعز من جديد، لأنه عزيز دوما من الله تعالى، وإنما أن يعزه المسلمون برفع رايته وتحكيم شريعته ودحض أعدائه، هو مرحلة الإغراء الفكري والعقائدي وظهور دعاة على أبواب جهنم دائما في هذه المرحلة. أسوق الحديث ليتضح لنا الجمع بين المحطات. روى مسلم في الصحيح والحديث متفق عليه عن أبي إدريس الخولاني قال: سمعت حذيفة رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قال: فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر، هذا قبل النبوة، فجاءنا الله بهذا الخير أي النبوة، فهل من بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. إذن بعد النبي عليه الصلاة والسلام ظهرت الردة في الأعراب، ثم بعد ذلك عاد أبو بكر وسائر الصحابة رضوان الله عليهم الناس إلى الإسلام. قلت: فهل من بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، وفيه دخن. يسأل حذيفة قال: قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. هذا كان يعني مرحلة ما بعد اقتتال الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وعما أفرز ذلك الخلاف عن عام الجماعة. ثم بعد ذلك عاشت الأمة في خير 20 سنة تحت ظل معاوية
رضي الله تعالى عنه كان خليفة للمسلمين، ثم بعد ذلك ظهر الملك في الإسلام، وثم بدأ الخلاف فيما بين المسلمين. فعاش المسلمون مرحلة صراعات بين الدول العثمانية والعباسية، وانقسم الناس إلى دويلات وخلافات فيما بينهم، رغم أن الإسلام كان منتصرا وكان الدين هو الظاهر الغالب، تعرف منهم وتنكر. ثم ظهر في خلال هذه المرحلة قوم يستنون بغير السنة، أمراء وجماعات وقبائل، ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر، والمقصود هنا الحكام والأمراء والسلاطين. فلما ظهر هؤلاء القوم الذين يستنون بغير السنة ويهتدون بغير هدي النبوة، وتعرف منهم أشياء وتنكر منهم أشياء، لكنهم في دائرة الإسلام، معناه لم يكفروا ولم يرتدوا. فقلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ رغم ما فيه قوم يستنون بغير السنة ويهتدون بغير هدي، لكن تعرف منهم وتنكر. قال حذيفة فهل من بعد هذا الخير؟ يعني الخير كان غالب على العموم، من شر؟ قال نعم. الأمة عاشت في ظل الإسلام طيلة 13 قرن بأكملها، معناه منذ زمن الخلفاء الراشدين إلى سقوط الخلافة العثمانية الأمة كانت في إسلام ظاهر، كانت راية الجهاد ترفرف، المسلمون يفتحون الديار، وكانت شريعة الله سائدة، وكانت السنة ظاهرة، رغم ظهور الشر. أقوام يستنون بغير السنة إشارة إلى ظهور البدع وطوائف البدع وأهل الجور، وظهور أقوام لا يفهمون السنة على فهمها الصحيح، وظهور أيضا الشر، لكن الخير غالب. ثم بعد مرحلة تلك المرحلة قال فهل من بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. يا الله. إذن هنا دخلنا في عصر الملك الجبري بعد الملك العاض الذي فيه دخن وتعرف منه وتنكر. الملك الجبري، الملك الجبري ماذا يستعمل؟ لا يقول مباشرة أنهم كفار، لا، عنده دعاة على أبواب جهنم. في رواية أخرى النبي صلى الله عليه وسلم قال دعاة ضلالة، أي هؤلاء الدعاة الذين سيكونون يعني في آخر الزمن دعاة ضلالة. المقصود بدعاة الضلالة معناه لا يكونون على الهدي النبوي الكريم ولا يكونون على السنة. فدعاة الضلالة هؤلاء ورد فيهم حديث في سنن أبي داود، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر يعني السيف الذي يكون فيما بين المسلمين، قال تكون هدنة على دخن. قال قلت فما يكون بعد الهدنة؟ قال دعاة ضلالة. إذن دعاة الضلالة جاء بعد الهدن التي كانت بين المسلمين فيما بينهم، خروج على بعضهم بعض، قليم تخرج على بعضها البعض وغير ذلك، لكن على العموم كان الخير يعني ظاهر. وفي بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول صلى الله عليه وسلم لا ترجع قلوب أقوام إلى ما كانت عليه. معناها الفتنة تكون يعني حالقة سبحان الله لجماعة المسلمين، دليل يعني على أن القلوب لا ترجع إلى ما كانت عليه من قبل، معناه ظهور الفرقة بشكل واسع وبشرخ كبير يعني بين المسلمين. كيف لا، والأحزاب الكفرية والمذاهب الهدامة والماسونية والحركات الصليبية والمنظمات الإلحادية، وظهرت الردة وظهرت البدع على اختلاف تصنيفاتها، ظهر التصوف والشرك، وظهر الكفر على اختلاف أشكاله وألوانه، واستبيحت المعاصي واستحل الحرام يعني وسالت الدماء، وظهرت الحساسيات والحسابات بين الجماعات والقبائل والأمصار والدول، فرقة، والاحتلال يعني يعبث ويلعب على جميع الأوتار، ومن في قلبه مرض يلعب كذلك، يريد الحصول على حصة الأسد،
وظهور الشر على شكل واسع جدا. لكن لا تزال طائفة من أمتي، هذه الطائفة يعني عبر ما مرت به من المحن يعني تعيد للأمة مجدها. سبحان الله. مرحلة دعاة الضلالة، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. النبي صلى الله عليه وسلم سماهم دعاة النار. جاء في مسند الإمام أحمد وعند أبي نعيم في كتابه الحلية، والحديث صحيح الإسناد وله روايات أخرى كذلك يعني على نفس المعنى والسياق. يقول: ثم تكون فتنة عمياء صماء دعاة ضلالة، أو قال دعاة النار. دعاة الضلالة أو دعاة النار. يا سبحان الله، يعني هم دعاة لكنهم على ضلالة. دعاة النار ليسوا دعاة جنة، لكنهم دعاة يدعون، لهم صوت اليوم كما في زماننا، أشرطة، صور، فيديوهات، تسجيلات، مواقع، لهم صفحات ولهم قنوات وتلفاز، وصوتهم يصل إلى البلدان. رأيتم؟ دعاة ضلالة. دعاة الضلالة هنا على قسمين: هناك دعاة ضلالة على كفر، ودعاة ضلالة على بدع، ودعاة ضلالة في جانب الشهوات. معناها الأمة تكون مستباحة من طرف هؤلاء الدعاة، أي دعاة الضلالة. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف هذا الواقع يعني الذي يكون فيه دعاة على أبواب جهنم، يقول لنا يعني: فإن تمت يا حذيفة وأنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم. سبحان الله. في رواية أخرى: فمت وأنت عاض بجذل شجرة، يعني حتى لا تكن منهم ولا من صفهم. رواية: فلئن تعض على جذل شجرة خير لك من أن تتبع أحدا منهم. الحديث النبوية كلها في هذا السياق وفي هذا المعنى. يعني المسلمون إذا كان لهم إمام وجماعة، إمام حق وجماعة صدق، إمام يحكم بالكتاب والسنة، وجماعة المسلمين التي تقبل الكتاب والسنة، قال: فالزم جماعة المسلمين وإمامهم. إن لم يكن هذا فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل الشجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. رواية في الصحيحين. النبي عليه الصلاة والسلام يحذرنا من هؤلاء دعاة النار، دعاة ضلالة على أبواب جهنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى عند ابن ماجه في كتابه السنن: تكون فتن على أبوابها دعاة إلى النار، فإن تمت وأنت عاض على جذل شجرة خير لك من أن تتبع أحد منهم. هذا هو الحل. يعني في غياب أهل الحق لا تشارك أهل الباطل في باطلهم، في غياب أهل التوحيد لا تشارك المشركين في شركهم، في غياب أهل الإسلام لا تشارك يعني دعاة البدع والكفر والزندقة على ما هم فيه. تكثر سوادهم أولا، ثم ثانية تكن في صفهم، ثم ثالثة لعلهم يقنعونك بما أنت فيه فتكون معهم حكما ووصفا. النبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا هؤلاء، سماهم دعاة ضلالة، سماهم دعاة النار، سماهم أصحاب فتن. تكون فتن على أبوابها الدعاة، أي هؤلاء دعاة فتن. قال حذيفة: صفهم لنا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، قوم من جلدتنا. سبحان الله. رواية: من بني جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا مثل كلامنا، ليس فقط في اللغة العربية وإنما مثل كلامنا. يقول: قال الله تعالى في الكتاب:
قال النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، قال العالم الفلاني وهو المحدث الكبير، جاء في القاموس في لغة العرب، وقال الفقيه الكبير أبو حنيفة، وقال إمام السنة أحمد بن حنبل، دعاة على أبواب جهنم. لكن كلامه بالتوحيد على ضلال، كلامه بالسنة على بدع، كلامه بأقوال العلماء على غير الوجه الصحيح، دعاة على أبواب جهنم. يا الله، يعني حتى دعاة على أبواب جهنم يدعون الناس باسم الإسلام لكن للنار، للضلال. إذن أساليب أعداء الله في الداخل والخارج لا شيطانية إبليسية ماكرة، تأتي بالزندقة لتضرب الدين بالدين ولتعبث بالأمة ولتقسم صفها، حروب التأويل. هؤلاء الدعاة دعاة على أبواب جهنم، النبي عليه الصلاة والسلام قال هم من جلدتنا مثلكم، عرب مثلكم ينتسبون إليكم، يعني هم منكم نسبا لكنهم ليسوا منكم دينا ومنهاجا، ليسوا منكم على التوحيد، إنما هم أعداء التوحيد، لأن من أجابهم قذفوه فيها، من أجابهم إليها أي إلى هذه الفتن، أي من أجابهم إلى هذه الشرور التي يدعون إليها. ولهذا جاء في روايات عند الحاكم بسند صحيح على شرط البخاري ومسلم، يقول عبد الرحمن بن قرط قال دخلت المسجد فإذا حلقة كأنما قطعت رؤوسهم، فإذا فيهم رجل يحدث، فإذا حذيفة رضي الله عنه. قال حذيفة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر كيما أعرفه فأتقيه، أن الخير لا يفوتني وقد علمت، كما قال وعلمت أن الخير لا يفوتني. قال فقلت يا رسول الله هل بعد هذا الخير الذي نحن فيه من شر؟ قال يا حذيفة تعلم كتاب الله تعالى واعمل بما فيه. قال فأعدت قولي عليه، فقال في الثالثة، يعني أعاد عليه نفس الكلام، تعلم كتاب الله تعالى واعمل بما فيه. يسأل حذيفة الثانية ويجيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا حذيفة تعلم كتاب الله تعالى واعمل بما فيه. العلم والعمل، سبحان الله، أن تتعلم كتاب الله حتى لا يخدعك دعاة النار، أن تتعلم كتاب الله حتى لا يخدعك دعاة الضلالة. ومن رحمة الله أن ساق لنا كبار مثل الطبري وابن كثير، كبار مثل القرطبي وغيرهم من علماء السلف الذين نقلوا لنا شروح الصحابة لكتاب الله. وإن لم ترد لنا شروح الصحابة كيف نفهم كتاب الله؟ ولهذا قال ابن رجب الحنبلي وهو يذكر عن الصحابة، قال نقول الصحابة نافعة جدا لفهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أصحاب المصنفات كابن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهم يعني نقلوا علوم الصحابة التي وضحوا لنا شرح الوحي بها. الحمد لله رب العالمين. إذا عباد الله تعلم كتاب الله واعمل بما فيه، لا يكفي العلم وحده، تعمل. قال العلامة ابن كثير من عمل بما تعلم علمه الله علما لم يكن يعلمه، نقل هذا الكلام عن سلف هذه الأمة. إذن العلم الصحيح والعمل الصحيح، العلم النافع والعمل النافع. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر حذيفة، وحذيفة يقول يا رسول الله يعني أخبرني ما يكون، فعلمه كل هذه المراحل التي تكون في هذه الأمة. إذن الفتن والاختلاف الواسع في مرحلة الملك الجبري سببه الكفار والمرتدون وأعداء الدين ودعاة على أبواب جهنم. نحن الآن في هذه المرحلة الأخيرة. الصحابة رضي الله عنهم منهم حذيفة يسأل يا رسول الله فما يكون بعد ذلك؟
يعني بعد هذه المرحلة ظهور دعاة على أبواب جهنم، ونحن سنعتزل كل هذه الفرق، ولا يكون للمسلمين إمام ولا جماعة يعمل بكتاب الله، وجماعة يعني تقود الأمة الإسلامية، وجماعة المسلمين جماعة الحق والطاعة كما قال ابن عباس. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله قال صلى الله عليه وسلم قال ثم يكون الدجال، ثم يكون الدجال. قال ثم ما يكون بعد ذلك؟ قال الدجال. في رواية أخرى صحيحة الإسناد عند أبي داود وعند الحاكم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فما وقع في النار وجب أجره وحط وزره، وما وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قلت ثم ماذا؟ قال هي قيام الساعة.